مساكم الله بالخير وحياكم الله. بداية حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد. اليوم المنتخب المغربي، منتخب المغرب يحقق فوز على المنتخب السعودي بهدف واحد مقابل لا شيء، سجله اللاعب المغربي كريم البركاوي، لاعب نادي الرائد السعودي السابق ولاعب نادي الظفرة الأماراتي حاليا. بعد نهاية مباراة اليوم ومباريات المجموعة أيضا نشوف ترتيب المجموعة. طبعا اليوم كانت النتائج: عمان فازت على جزر القمر 2-1، والمغرب فازت على السعودية 1-0. المغرب أخذت صدارة المجموعة، السعودية الثاني، عمان الثالث، وجزر القمر الرابع. في طريقتين للتعامل مع نتيجة مباراة اليوم. في طريقة يعني اللي هي يا اخي يا رجال احنا تأهلنا وخلاص، ويعني ما فرقت اول ولا ثاني وتأهلنا. هذه طريقة وهي تناسب شريحة من الجمهور، وفي شريحة اخرى لا، كانت تبغى المنتخب السعودي يتأهل كأول المجموعة، خاصة لما نجي نقارن. انت تتكلم عن بتعتبر المنتخب السعودي اليوم التشكيلة هذه الرديف، فانت لعبت مع رديف المغرب. طيب، لأنه أنا متفاهم أن المنتخب السعودي الأول بأفضل عناصره لو لعب مع منتخب المغرب بأفضل عناصره النتيجة محسومة. احنا عارفين إيش وضع الكرة المغربية ووضع المنتخب المغربي، يعني أصبح المنتخب المغرب ملهم للكرة العربية كلها مو بس للمنتخب السعودي. لكن رديف السعودية مع رديف المغرب بهذا الشكل اللي ظهر اليوم، لا تزعل. واللي يقول لك لا ما تزعل هذا معليش، هذا واحد طموحه وسقف طموحاته محدود جدا. احنا عندنا آمال كبيرة في المنتخب السعودي انه يحقق البطولة هذه. صحيح المنتخب السعودي والاتحاد السعودي عندهم أولويات انهم يعتبرون هذه البطولة هي نوع من التحضير، لكن السعوديين غايبين عن البطولات منذ سنوات طويلة. في أجيال سعودية لم ترى المنتخب السعودي يحمل أي بطولة. محمد الشيخ، المنتخب اليوم طبعا لعب بمزيج ما بين الاساسي والاحتياطي، ولم نكن فريق احتياطي ولم نكن فريق رديف. نعم المغرب كان فريق رديف، اما المنتخب السعودي لا، هو لاعب بمزيج ما بين الاحتياطيين والاساسيين. نعم يغلب اللاعبين الاحتياطيين، وبالتالي لا كان يفترض وفق المنطقه ان نكسب المنتخب المغربي طالما هو يلعب بفريق رديف تم تجميعه من قطر، من الامارات، من السعوديه، من الدوري المغربي حتى يلعب هذه المباراه لتسجيل الحضور. شكرا ومع السلامه. بينما احنا لا، احنا جايين بمنتخبنا الاول باعتبار تاهلنا، جينا بفريق في المباراه مزيج. هذا اللاعبين تقريبا هم اللي بيروحون كاس العالم مع مجموعه اللي ما شاركت السبعه، ولكن منتخب المغرب قد لا نشاهد ولا واحد، مش في بطوله العالم، لا نشاهد ولا واحد في كاس افريقيا بعد 3 أيام من انتهاء كاس العرب. فهذا يبين لك جودة اللاعب المغربي من الرديف مع جودة اللاعب السعودي من التشكيلة الأساسية للمنتخب السعودي. خلينا نكون واضحين وصريحين، ليس رديف مقابل رديف، هذه نقطة. ولكن أدى المنتخب بدليل الأرقام. لما أجي لأرقام المباراة، طبعا الأداء مش ممتع، حتى لا نقول إن احنا أدينا وأمتعنا، لا، أدينا إن احنا شاطرنا وتفوقنا في تناقل الكرات. نعم 60% مقابل 40%، تمريراتنا أكثر، ركنياتنا أكثر، ولكن لا توجد أفكار في الفريق، لا في تناقل الكرات ولا في تطوير الهجمة، فضلا عن استثمار الهجمات. ما عندنا أفكار، وهذا الأمر يرجع لرينارد. يعني اللاعبين أعطوك أداء، تفوقوا في حمل المباراة على الفريق المغربي. باقي أنت دورك يا رينارد، لمساتك يا رينارد، بهاراتك يا رينارد على الفريق حتى أشوفها وأستمتع. إذا أداء ومتعة فنية فيها كورة، لا، رينارد لا يعطينا كورة أبدا، لا يعطينا كورة، ولذلك هذه هي نهاية المباراة، أن نخسر. خسرنا. أنا أقول الآن ما راح أعاتب رينارد، أنا أعاتب رينارد الآن على أن المنتخب ما في لون فني، ما في لون فني أبدا، هوية فنية ما في ركض، في تحركات، بس ما في هوية فنية. ولا أعاتب رينارد على أنه اختار هذا المزج بين، ليش؟ هي فكرة. أنا متأهل، لو لعب بالتشكيلة الأساسية الصرفة وحتى لو فاز وراح لعب المباراة في ثمن النهائي، لقالوا له، او ربع النهائي، لقالوا له وخسرنا لا سمح الله، لقالوا له انت ارهقت الفريق، عندك بعد 48 ساعه مباراه. اذا هي فكره
هو واضع سيناريو الخساره موجود لا شك بنسبه واضحه. انا ما الومه، انا الومه على انه قدم لنا فريق بلا هويه فنيه حقيقيه خصوصا في الجانب الهجومي. نيجي لعبد الله الحمدان. عبد الله اعتذر، شكرا عبد الله اعتذرت، ولكن قبل لا تعتذر انت لاعب محترف تلعب في المنتخب السعودي وقضيت فتره طويله، مش اللاعب اللي عمره 20 سنه اللي بسامحه على انه تجربه، لا لا لا. اولا يا عبد الله يجب نعرف، احنا شفنا رينارد يعاتب عبد الله بشكل صارخ في نهايه المباراه. هل عتابه لان عبد الله اخذ الكوره وراح شات، والمفروض وكما نعرف انه فراس هو رقم 2 او رقم 1 صار بعد سالم الدوسري؟ عبد الله من وين؟ احنا ما عرفناك تشوت ركلات جزاء. وبالتالي هنا السؤال الاول، هل عبد الله اخذ الكوره وراح من نفسه وزعل رينارد، او رينارد اعطاه المسؤوليه وراح؟ انا في تقديري اتوقع ان عبد الله هو اللي اخذ الكوره وراح. تاهلنا، نعم تاهلنا، ولكن منتخب اذا يخوف مع الفرق الرديفه، يخوف مع الفرق الرديفه. ما في شكل مع جزر القمر بالرديف، جزر القمر او القمر بالرديف، مع عمان ناقص 6، مع المغرب رديف، ما في. هذا شلون في كاس العالم؟ صحيح شلون في كاس العالم؟ تعال لي استاذ ياسر المسحل والمجموعه الفنيه والاداريه في المنتخب، ايش النقله اللي بنسويها خلال 6 شهور حتى نظهر في كاس العالم مع الاورجواي، مع اسبانيا، مع الراس الاخضر، في منتخب على الاقل يعطينا شكل اجمل من هذه المباريات الوديه. انا ما اعتقد اذا كنا نلعب بهذه الطريقه في هذه البطوله بلا هويه، فالله يسر نقول في كاس العالم الجاي. مشاهد يقول ليش تكررون كلمة رديف؟ طيب المنتخب المغربي ترى يلعب بالصف الثالث، لا تحطون أعذار للاستهتار اللي صار. يعني رينارد في أرض الملعب سئل ليش خسرنا مباراة اليوم؟ شوف الإجابة كيف. Today we did a very good game, but we didn't respect the football. And when you don't respect the football, it's normal to lose. سؤال وإجابة. محمد الشيخ. يا رجل انت اللي ما تحترم كرة القدم، انت قاعد تحمل اللاعبين ولا تحمل منهم؟ انت اللي ما تحترم كرة القدم. اولا هذا الفريق الرديف المنتخب المغربي صفوة المحترفين في الخليج. يا رجل كم لاعب محترف في السعودية وفي قطر وفي الامارات؟ يعني الجودة مع احترامي افضل من لعيبتنا، افضل من لعيبتنا كجودة، افضل من لعيبتنا. وترى هذول ما جو دورين الا هم مارين على دوريات اوروبيه ومارين على دوريات، بالتالي ما احترمنا في ايش؟ لا لا لا، لعيبتنا اعطوا وادوا وقاتلوا، بدليل قلت لك الارقام، احنا 60% استحواذ مقابل 40، احنا في التمريرات اكثر، احنا في التسديد اكثر، احنا في الخطوره على المرمى اكثر، احنا في الركنيات اكثر. بس انت ما عندك شيء يا سيد رينارد، انت لا تملك اي شيء. انت مسكت منتخبنا كاطول مدرب في تاريخ المنتخب على فترتين. وين الهويه الفنيه؟ انا ابغى افهم، والله ابغى افهم. واحد يقول لي لا احنا عندنا هويه فنيه نلعب. حتى الفكره اللي الشباب يقولونها، يعني الشباب عندهم فكره ان احنا نستقبل لعب في كاس العالم، يعني ممكن تلعب ب5 بالطريقه اللي لعبها وتلعب بالتحولات لانك حتواجه فرق افضل منك بكثير. انت مع رديف المغرب جيت تطبق الطريقه فشلت، انهيت المباراه خسران. فايش ان احنا لا نحترم كره القدم؟ انت لا قيمه فنيه لك، اعطيت الفرصه. انا ما ادري حقيقه هل كان من شروط عودته للاتحاد السعودي هو استمراره مع المنتخب في كاس العالم، او هم يشوفون شيء احنا ما نشوفه. هذا المدرب اثبت، يعني لولا التصفيات صارت خانقه علينا لازم ندخل محور الملحق برينارد، ولا رينارد اساسا ما يجلس بعد دوره الخليج ما يجلس. وبالتالي انا اقول يا رينارد لا ترمي الان الاسباب لم نحترم، واسباب معنويه واسباب نفسيه، وتلعب علينا بالهلمه هذه. لا لا لا، احنا نفهم كوره، انت لا تملك اي اداه فني. نقطه على الصف. كابتن سمير عثمان، ايش الحالات التحكيميه عندك للمباراه؟ من غواتيمالا النهارده ادار المباراه وما زال بيحافظ على مستواه اللي هو تحت المتوسط زي ما تعودنا عليه في مباريات كتيره، برضه هو محافظ على نفس المستوى. النهارده عندنا 4 حالات. الحاله الاولى النهارده مطالبه السعوديه لركله جزاء
وده كان في الدقيقه 38. هل في ركله جزاء ولا لا؟ نشوف. عندنا لاعب المنتخب السعودي هيقع طبعا، هنا ده في وضع يد، ووضع يد من اللاعب المنتخب السعودي والمغربي بدون اي خطا على سواء المغربي ولا سعودي. الوضع اليد ده هنا ما فيش اي خطا، ده خلاص الاثنين رايحين، ما فيش هنا مسك، ده وضع يد فقط، واستمرار اللعب كان قرار سليم من حكم المباراه. بس كابتن يعني اللاعب المغرب يعني واخذ حضن طيب، واللاعب السعودي حط ايده على فخذه، يعني شو مش ماسكه، ده حاضنه يعني لا ما نقدرش نقول ده هنا مسك، ده اكثر من كذا حضن، ده حضن واحد بيحب واحد من زمان، يعني وحشه يمسكه. لو في زاويه ثانيه ممكن تبين لنا هل كان في مسك ولا لا، انما وضع اليد ده من لعيب المنتخب المغربي والاستعداد المبدئي اللي عند لعيب المنتخب السعودي انه يقع، لا يوجد خطا اطلاقا هنا. انا ما راح احكم عليها، لانك انت متخصص اكثر مني في الجانب التحكيمي، لكن خلينا ناخذ اراء. ايش رايك محمد الشيخ؟ شو تقول فيها؟ هذا وضع يد؟ لا، انا اذهب مع الكابتن سمير، وضع يد عادي جدا، وانحناءة اللاعب عنده جهوزيه للسقوط، وبالتالي نعم الكابتن سمير ارى انه يعني شخص الحاله بشكل دقيق. ما عجبتني، اروح لابراهيم العنقري، هو اللي بيبرد قلبي. ها كابتن ابراهيم. ابو بدر، نحتاج كاميرا اماميه، الكاميرا الاماميه توضح اذا كان في مسك حقيقي، لانه الان بالشكل هذا العبود يبغى ينطلق، منعه المدافع. لازم نشوف اليد اللاعب المغربي هل كانت منثنيه على جسم اللاعب بحيث انه يمنعه من الانطلاق. اذا كان كذا نعم منعه من الانطلاق، بس الكاميرا الاماميه اللي توضح. طيب واللي انت شايفه هل متوفر هذا؟ انا اللي متوفر الان هو، شوف هنا العبود استعجل في السقوط، لازم نشوف الكاميرا الاماميه. العبود استعجل، لو مشى خطوه وهو متمسك فيه اللاعب المغربي وسقط بعدها بيكون واضح انه بالفعل، بس العبود اول ما لعبت الكره سقط على طول. ناصر الهويدي. لا عاديه ابو بدر، عاديه ما فيها شيء. ويقولون امشي البرنامج على كيفي، ولا حد طايعني. تفضل كابتن سمير، تفضل. الحالة الثانية كان في الدقيقة 58. ايه اللي حصل في الدقيقة 58؟ التحام طبيعي ولا يوجد ركلة جزاء، تنافس طبيعي بين المهاجم والمدافع. هنا شايف ده حاطط ايده وده حاطط ايده، ده التنافس الطبيعي والكونتاكت الطبيعي جدا، وقرار الحكم هنا قرار سليم. طب نبص على ارجل لاعبي منتخب المغرب، هل في اعاقة؟ برضو ما فيش اعاقة. هنلاقي هنا خلاص ده هنا وقع بدون اي اعاقة، وده التحامات طبيعية. في الدقيقة 68 اهم حالة من حالات المباراة، ركله جزاء، وكالعاده ماريو سكوبار مش بيحسب، ده مش كده وبس، ده هو شايف الكره وبيقول لك العب مفيش اي خطا. بص ماريو سكوبار لما الكره هتيجي عليه، بص راجل شايف واثق من نفسه، لا يمكن ده يروح كاس عالم. ركله جزاء سهله وانذار، يعني معاه حق عبد الله فلات ما يحبه. ها ده صديق استاذ عبد الله، عشان كده الواحد حنين عليه، لان ده صديق من استاذ عبد الله من زمان. هنا عندنا اللعيب بالمنتخب السعودي لعب الكوره خلاص، ما عندوش اي فرصه ثانيه. اللعيب بالمنتخب غير الركل طبعا خدوا شلوت كده. طبعا هنا في ركله جزاء سليمه بنسبه 100% طبعا، ومع الانذار. انا بقول لك حكم مش بيحسب ركلات جزاء. ماريو سكوبار الكره قصاده، وجبنا الشاشه اللي بتاكد انه شايف الكره وقال لك ما فيش حاجه، اما طلع بره الراجل قال له يا عم تعالى ده في شلوت. ركله جزاء سليمه تم احتسابها للمنتخب السعودي عبد الله الحمدان، لكن عن طريق حكم الفار. كده احنا لغايه دلوقتي ماشيين، حكم المباراه غلط، حكم الفار لحقه، طب خلاص المهم نوصل للعداله. الدقيقه 91 والناس خلاص بتلم بقى وزعلانين عشان بسبب الهزيمه، هنلاقي راس بريكان وقع ليه؟ تعال نشوف وقع ليه. حاجه غريبه، وهقول مصطلح جديد في الكوره، لعب عشوائي. طب ايه اللي انا بقوله ده؟ مفيش تنافس على الكره، التنافس فوق، الكره فوق. بص بتاع المغرب عمال ضرب فين؟ ضرب في منطقه حساسه برجله. ركله جزاء سهله مع الانذار. ده هنا لعب عشوائي، ما اقدرش عليه اهمال، ده هنا في تهور. التنافس فين؟ فوق، تمام؟ لعيب المغرب ما لعبش خلاص عشان جت في ظهره. الرجل الشمال راحت فين؟ في منطقه حساسه غير محميه. ركله جزاء سليمه. اكيد ماريو سكوبار مش هيحسبها عشان مش بيحسب السهل، لكن كان حكم الفار كان لازم ينداه. دي كانت في الدقيقه 91، يعني طبقا للكره دي ركله جزاء للمنتخب السعودي لفيرسر بريكان لم يتم احتسابها، ومع ضروره انذار لاعب المغرب رقم 19. دي كانت اهم حالات المغرب.
ناصر الهويدي، نقول وش اللي صار اليوم؟ والله شوف، المباراة اليوم لعب المنتخبنا لعب بالرديف وكان في احتمالية كبيرة انه نخسر المباراة، هذا امر طبيعي لانه قرر رينارد انه يلعب بالمنتخب بالفريق الرديف. الا انه الفريق اليوم قدم عطاء ممتاز جدا كلاعبين، معظمهم يلعبون اول مباراة. لعبنا مباراة كبيرة، استحوذنا على المباراة، ما توفقنا في كثير من الكرات وخاصة ضربة الجزاء، وهي تحصل يعني حتى لو كانت ضايعة من عبد الله بالطريقة هذه، لكن هي برضو مثل ما يقول فد عماد، هي قرارات يعني تستغرب من قرارات معينة لريناد. يعني هو فراس اللي يشوت البلنتيات، اليوم ما شفناه، كان عبد الله الحمدان، لكن بالرغم من هذا الا انا اني اشوفها من اجمل المباريات اللي قدمت الفتره الاخيره للمنتخب السعودي. حقيقه ليس لاني انا سعودي، اليوم المنتخب المغربي خطف المباراه بحظ كبير، حتى كمعطيات للمباراه وكطريقه وكاللي شفناه. حتى التعادل يعني كان ظالم المنتخب السعودي، الا انه هذا يعني انه لازم يتحمل قراره باليوم بلعبه بالفريق الرديف، بانه ذاهب الى البطوله، وانه هذه المباراه كان فائدتها تجهيز البدلاء للمنتخب. الأخطاء واردة، لكن في أخطاء يعني تستغرب من أخطاء يعني اللي حصل في الهدف، يعني بطريقة عبد الإله العمري ومراد. يعني مراد يمكن أول مباراة، إلا إنه لقلة خبرته إنه ما يمكن أن تأتي باللاعب من ظهره. أنت لاعب محور، يجب أن تواجه اللاعب وجها لوجه. طيب نشوف كابتن ابراهيم العنقري، ايش رايك في اللي صار؟ الحمد لله على كل حال. يعني صحيح ان المنتخب السعودي اليوم ابو بدر لعب بالصف الثاني واشرك 7 لاعبين، ولكن حقيقه المباراه كانت تسيد للمنتخب السعودي، 60% مقابل 40، الاستحواذ، الفرص الضائعه وضربه جزاء مهدره، 12 تسديده على المرمى مقابل 4 للمنتخب المغربي. كانت المباراه للمنتخب السعودي. يعني احنا نقول مثلا انه تعامل بعض لاعبي المنتخب السعودي وايضا رينارد في اخر المباراه، اعتقد انه يعني فضل انه يكون متحفظ اكثر من انه يندفع بشكل كبير، لانه المنتخب المغربي لم يكن له اي شكل هجومي، وكان صالح الشهري لوحده في منطقه الجزاء لو اشرك معه، انا اشوف انه لو كان نزل معه فراس البريكان واصبحوا 2 وتنازل عن ال3 قلوب دفاع ممكن يكون شكلنا افضل. اجمالا لما نلعب مباراه مثل هذه وعندنا دور 8 بعد 3 ايام، فانه امر طبيعي وصحيح في كره القدم ان لا تنزل بكامل قوتك، لانك انت عندك بعد 3 ايام مباراه قويه. وسبب الخساره اليوم ليس لان المنتخب السعودي فقط انه ما لعب بكامل طاقته، ولكن هناك اخطاء حقيقة يعني قصمت ظهر المنتخب السعودي، منها خطأ دفاعي وأيضا خطأ في إضاعة ضربة الجزاء اللي أنا أعتبرها خطأ. يعني مهما كان إضاعة ضربة الجزاء تعتبر يعني خطأ. إجمالا المنتخب السعودي كعناصر كان أفضل في 1 ضد 1، وأيضا كان عنده أفكار داخل أرضية الملعب أجبرت المنتخب المغربي على أنه يبقى داخل منطقة الجزاء. نتكلم عن عنوان للمباراة يا أبو بدر، نقول يعني خطأ دفاعي وضربة جزاء ضائعة تحجب تفوق المنتخب السعودي. هذا هو اللي حصل اليوم، ما حجب تفوقنا أنه أخطينا في هدف وأيضا أضعنا ضربة جزاء. وأنا أقول يعني عوامل أو سبب الخسارة اليوم 30% أنه المنتخب السعودي لم يلعب بكامل طاقته، وهذا أمر طبيعي أنه في مباراة مثل اليوم أنت متأهل. 30% أخطاء الدفاع، و40% ضياع ضربة الجزاء اللي حقيقة كانت كفيلة بإعادة المنتخب لصدارة المجموعة وأيضا للتعادل في هذه المباراة. الأهم أننا نعوض هذه الخسارة بأننا نصل إن شاء الله إلى تحقيق هذه البطولة، وبإذن الله المنتخب السعودي قادر على أنه يحسمها بإذن الله. لماذا خسر الأخضر من المغرب في كأس العرب؟ استفتاء البرنامج اللي موجود على حساب البرنامج في منصة إكس، حوالي 1700 أكثر من 1700 مشارك حتى الآن، 51% يحملونها لتشكيلة وخطة رينارد، 19% يرون الأخضر كان بلا روح، 12% يقولون المغرب أفضل، وأسباب أخرى 18%. عماد السالمي،
صار اليوم؟ الحمد لله على كل حال. لازم نرضى في هذه الكوره، لازم نرضى بكل نتيجه، بس انا اتفق مع الزملاء. حلو نرضى، ما في حد، الكوره فوز وخساره، بس سوي اللي عليك. بالضبط. سويت اللي عليك؟ انا اتفق مع الزملاء ناصر الهويدي والزميل ابراهيم العنقري، وشكرا لكم. نعم، قدمنا كل شيء، هي تفاصيل هي اللي تسوي لك المشاكل. اليوم لما العب انا مع منتخب المغرب تشكيله غالبا لاول مره تلعب في البطوله، اتكلم في البطوله كقائمه جيد، عشان كذا انا اخذت العنوان الرئيسي كل شيء في المنتخب صح وسبب الخساره عناد رينارد. ايش اقصد في كل شيء في الاخضر صح؟ مستحوذين، قاعدين نوصل، كرتنا نظيفه، مراد ومصعب قاعدين يطلعونا من ورا صح. مشكلتنا لا حد ينتقد اللاعبين. عوامل التفوق صلابه دفاع المغرب، لا صلابه دفاع المغرب 40% اعطيه، عناد هيرفي رينارد 40%، غياب سالم الدوسري 20%. في المباراه صلابه دفاع المغرب يشكرون، سفيان بوفنتيني، محمد حريمات، مروان سعدان، ابو بدر. احنا وصلنا 13 تسديده، يا رب ماني غلطان، تسديده واحده فقط على المرمى. اذا واقفين صح والوصول صعب لمرماهم. عناد هيرفي رينارد 40% في قرارين، الجول جاء بسبب قرار نواف بوشل. العمري مش دورك انت تنتقد لاعب زميلك، مش دورك هذا، ولكن نواف بوشل يتحمل رينارد من اشركه واختيار منفذ ركله الجزاء. غياب سالم الدوسري. كنا نحتاج الفزعه، ها يوم نقول ابو الفزعات والناس تزعل، لا تكبره لا تطبله، نحتاج لاعب بقيمه سالم. مرسال على الهاشتاج يقول وش عنده برنامجك يحتفل بفوز المغرب على منتخبنا؟ بالله هذا برنامج سعودي، المثاليه بعض الاوقات ما لها داعي. لا هي مش مثاليه، هذه يسمونها المهنيه. في فرق بين المثاليه والمهنيه. انت برنامج لك مشاهدين في كل الوطن العربي، لا تستطيع ان تتعامل مع الموضوع كانك انت برنامج يوتيوب خاص باتحاد كره القدم. لابد ان تراعي نقطه انك تغطي بطولة عربية وتغطي كل الفرق، فأرجو أخوي مرسال تفهم هذه النقطة. ماشي. مشاهد يقول أحمد يقول أحمل مسؤولية هدف المغرب لنواف بوشل، أما عبد الله العمري فهو بعد تهاون نواف خرج من اللعبة. ايش رايك في الحسبة هذا؟ مو دور عبد الله، مو دوره، هو مدرب، مو دوره. وش لك علاقة أنت في نواف بوشل؟ أخطأ تصحح خطأك، هذا اللي احنا نشوفه في كرة القدم. مش شوف كيف وقف، شوف يعاتب نواف، لا هو مش دوره يعاتب نواف، كمل اللعبة، افتكها كأي مدافع قوي، وبعدين عاتب نواف وعاتب المدرب.